مساء الخير، والنهارده هتكلم معاكم في تجربه شخصيه ليا. والتجربه دي مره قوي في الوسط الفني لاني عانيت فيه كتير واتحاربت كتير. واللي عايز اقوله لكم بصراحه ان هم عايزين يموتوني نفسيا، يقتلوني. عايز احكي لكم حكايه بسيطه كده. انا بقالي 27 سنه في الوسط الفني. حد هيقول لي يا عم 27 سنه ايه انت شكلك صغير؟ اقول لك لا 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 لا، الحمد لله من عند ربنا دي ان انا شكلي صغير، بس انا سني كبير وكبير قوي كمان. انا ما حدش بيصدق سني، كل ما اقول سني يقول لي انت بتهزر. لدرجه ان في ناس بتقول لي طب طلع البطاقه، مش مصدق. فالحمد لله رب العالمين. دي نعمه من عند ربنا. لكن انا بتعرض لمضايقات من ناس في الوسط الفني. الناس دي ماسكه الوسط الفني بايديها، وللاسف للاسف الناس دي المفروض ان هم كانوا اصحابي، يعني اصحابي قوي كمان، واحنا طالعين مع بعض واحنا صغيرين. يعني هو كان صغير وانا صغير وكنا لسه ما اشتغلناش، فربنا كرمه وبدا يمسك في مناصب، وانا اقول له يلا يا معلم انا معاك وفي ظهرك ويلا وهنشتغل. بدا يكبر ويكبر ويمسك منصب في منصب في منصب، وانا ده كله معاه عمال اقول له يلا يا معلم على الله، لغايه ما ربنا كرمه ومسك منصب كبير قوي في الفن. فانا قلت بس اوعى يا معلم، جت بوشها. صاحبي هو اللي ماسك بقى الحوار كله، دي سهله. محمد عصمت راجل سيناريست وممثل شاطر، يلا يا معلم ابعت لي اي حد يشغلني فهيشغلني. انا جالك من طرف فلان الفلاني اللي هو صاحبي، اللي انا المفروض مفكر ان هو صاحبي. لكن انا عايز اقول لك على حاجه ليك انت، يمكن تتعلم من الفيديو ده حاجات ليك. مفيش في الوسط الفني صحوبيه. لو هو صاحبك بجد هيشغلك، لو هو بيحبك هيشغلك. لكن اتضح لي ان الراجل بيمثل عليا ان هو بيحبني وهو بيكرهني جدا. الراجل مش عايز يشغلني، الراجل بيعمل معايا حركات اقسم بالله العظيم انا لو حكيتها بالتفصيل انتوا ما هتصدقوا، انتوا تقولوا بتأفور. يا جدعان كان بيبعتني شغل الناس في مسلسلات اشتغل، اقعد مع الناس دي بالثلاث شهور والاربع شهور نحضر، وفي الاخر المسلسل كله يتعمل وانا بره منه ما اشتغلش. ولما اروح له يقول لي ايه؟ عالم مش كويسه، الناس دي مش كويسه، ما بيرضوش يخدموني. بس اقول لك استنى، انا هبعتك لحد تاني. فيبعتني لحد تاني ونفس الشغلانه هي. حد هيقول لي طب انت ما بتحرمش؟ يا عم ما بحرمش ايه، انا مصدقه ان هو كويس وهم اللي وحشين. انا كنت مفكر فعلا زي ما هو بيقول لي ان الناس دي وحشه، الناس دي بتكره نجاحه فبتحاربه، فاي حد من طرفه مش هيشغلوه. طب يا معلم انت حاجه كبيره، طب ايه الدنيا؟ لا 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 ما تقلقش اصبر، هكلم لك فلان الفلاني ده حد تاني خالص. اكلم فلان الفلاني جالك من طرف استاذ فلان الفلاني، يقول لا يا راجل عيب يا راجل ما تقلقش، ده صاحبي ده اخويا ده ابويا ده انت انسى. واجي ابص الاقيه باعت لي ورق مسلسل دور حلو وتمام التمام واقرا وبص، مش عايز اقول لك يعني اقول لك. فمن كتر بقى الفرحه اللي انا ببقى فيها بنزل بقى ايه ابص على معرض السيارات كده، اقول ايه لما ربنا يكرم اجيب العربيه دي ولا العربيه دي، ما خلاص بقى صاحبك حبيبك بعتك في مسلسل. اجي ابص الاقي ايه؟ المسلسل الدور بتاعي بيكش، بدل مثلا ما كانوا يبقوا مثلا ايه ست سبع حلقات بقوا خمس حلقات. قول مش مهم مش مهم مش مهم. ثلاث حلقات قول مش مهم. حلقتين كده مش هجيب عربيه، انا كده هجيب حنطور. مش مهم مش مهم، اديني شغال. اجي ابص الاقي المسلسل خلص وانا مش فيه ودوري معمول. الله، طب في ايه يا عم؟ ارجع له تاني، يا عم الحاج الناس الجديده اللي انت بعتني ليهم حصل منهم كذا كذا كذا، يعمل نفس الحركه دول. الاوساخ. مش ده العشم. على فكره ده قال لي، ده شتم لي ناس وقال لي اسامي ناس وناس بعتني ليهم. الناس دي حمل في الوسط الفني، كان بيشتم اوسخ الشتايم. ده علم ولاد وولاد وولاد، ازاي ما يشغلكش؟ ازاي يا محمد يا عصمت لما ابعتك ما يشغلكش؟ فانا ايه زي العبيط اصدق. اتاري اتضح لي بعد كده بفتره، يعني عشان انا زي العبيط زي ما بقول لكم، ان هو بيعمل ايه؟ بيعمل كالاتي: يبعتني لحد عشان اشتغل، فيقول له ايه هبعت لك عيل عبيط من طرفي، مع ان احنا المفروض اصحاب وما بينا عيش وملح وما بينا حاجات كويسه وما بينا جمايل. انا مجامله كتير كتير قوي، وقفت جنب منه كتير وكتير قوي، وعيب اني اتكلم في الحاجات دي دلوقتي. مش هتكلم فيها دلوقتي ليه؟ لان انا هقول لك ايه اللي حصل. غير وجهتي دلوقتي ان ايه هشتغل باستراتيجيه جديده. اني عيب يا جدع. فكان الباشا بيعمل ايه؟ يبعتني لحد لاستاذ سين مثلا. ايوه يا استاذ سين هبعت لك واحد اسمه محمد عصمت من طرفي. رقدوا في الملاحات. فاكرين فيلم العار لما كانوا بيرقدوا البضاعه في الملاحات فتره كده بعد كده يطلعوها كده؟ نفس النظام. فايه اللي بيحصل معايا يا معلم؟ هبعت لك محمد عصمت، قابله حلو وكلمه واوعده بشغل ونيمه اربع خمس شهور معاك، وبعد الاربع خمس شهور ما تشغلوش. طيب يا معلم. فاجي ابص الاقي ناس ايه، بصوا، هي سيمتريه واحده، والله العظيم سيمتريه واحده.
اقعد مع نفس الشخص بالاربع والخمس شهور ونجري ونصلح في ورق، لان انا راجل سيناريست بكتب، نصلح في ورق ونعمل شغل وبروفات واللي وفي الاخر سلم لي على امك. فانا قاعد مع حد بقول له يعني الناس دي مش عامله احترام للراجل ده ليه؟ قام قايل لي مين قال لك ان هي مش عامله احترام للراجل ده؟ ومين قال لك اصلا ان الراجل ده بيحبك؟ الراجل ده لو بيحبك بجرة قلم كده كان خدمك. يعني فلان الفلاني اللي بيشغل المنصب الفلاني الجامد ده ما يعرفش يشغلك بجرة قلم؟ اقول لا يعرف. يقول لي يبقى انت راجل عبيط، هو مش عايز يشغلك. فوق بقى، انت صاحبه من زمان فعارف اسراره، فانت لو نجحت وكبرت ممكن بعد كده تطلع في التلفزيون تقول ايه ده فلان الفلاني ده كان صاحبي، وكنا زمان بقى بايه بناكل على عربيه الكبده سوا، بنلبس قمصان مش عارف منين سوا، وتفضح الدنيا. يا ابني هقول لك على مثل مهم قوي، على اللي وصل لكرسي السلطه لازم ينسف كل معارفه القديمه عشان يفضل جامد. امال ايه تقول ده كنا بناكل سوا على عربيه كشري، بناكل سوا على عربيه كبده، فده ما بيحبكش. دي كانت اول نقطه الخيط اللي انا بدات امسكها. قلت ايه ده صحيح، يعني ازاي المنصب الكبير ده، المنصب الكبير في الفن. اقول لكم على حاجه، انا واخد تعليمات ان ما اتكلمش على اسمه دلوقتي، لان لسه هحكي لكم ان في مفاجآت كتير قوي بتحصل، وان انا عشان كنت براعي ربنا وبراعي ضميري وبجتهد ربنا بيوقف لي ناس، والناس دي وقفت معايا دلوقتي وهتحاول تجيب لي حقي بس بالادب. فانا بيني وبينكم خدت قرار، قلت لا انا لازم اروح لواجهه. قلت له هو انت بتبعتني للناس عشان تشغلني وبعد كده تقول لهم ما تشغلوش؟ قال لا ازاي يا جدع اللي انت بتقوله ده ما ينفعش وايه. والناس اللي شغالين معاه اللي هم الحلمنتشيه بتوعه قالوا لي لا يا عم ازاي يا عم، ده والله كل ما يجي حد يقول له الواد محمد عصمت شغله معاك يا جدع عيب، ده ابني واخويا. فانا اسمع الكلام اقول له بص يعني كلامك حلو بس انا ما بشوفش حاجه، اللي انت بتقول ده كلام في الهجايس. المهم ما اطولش عليكم، يعني جيت من حوالي 6 شهور وبدات اعمل بوستات على الفيس بصور. انا الحمد لله يعني درست اعلام ودرست بصوا ورش تمثيل ورش اخراج، لدرجه ان انا درست ورش ديكور ودرست ورش موسيقى تصويريه. انا درست ورش في الفن انت تتخيلها ولا تتخيلها، اقسم بالله يا راجل انا درست ورشه نقد فني، مع ان انا راجل ايه سيناريست وممثل. دخلت درست ده كله ليه؟ عشان صاحبي لما يبعتني في حته اشرفه، ما بقاش عيل عبيط، لا 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 اشرفه. انا يا راجل واخد ورشه تمثيل مع دكتور محمد عبد الهادي، واخد ورشه اخراج مع دكتور سمير سيف. واقول لكم على حاجه مهمه بقى، انا مع دكتور سمير سيف طالع الاول، مع دكتور محمد عبد الهادي 2 بس اللي نجحوا من الدفعه بتاعتي، انا وبنت صاحبتي بس. يعني اذا انا في كل دفعاتي انا راجل مميز راجل شاطر. وكنت بعمل كده ليه؟ عشان ما احرجش صاحبي البوزيشن الكبير قوي اللي ما ينفعش يبعتني لحد منتج او حد مخرج ويلاقيني بلح، لا لازم يلاقيني ممثل شاطر جدا فيبعتني الناس. اقول لكم على حاجه كنت بفهمها والله لما دارس بادي لانجوج، يبعتني المخرج فالمخرج يعمل لي تيست، اجي ابص الاقي المخرج عايز يقول انت شاطر قوي بس هو واخد تعليماته ما يشغلنيش، فليه يعمل لي ازاي؟ عارفين انتوا التنهيده ديت اللي هو طب انا اعمل ايه في الحيره دي؟ الواد كويس بس انا جاي لي تعليمات انه ما يشتغلش، طب اعمل ايه؟ يا راجل ده انا في مخرج والله العظيم قعد يعمل معايا اوديشن على الهوا لدرجه ان هو بيعجزني والله. طب اعمل لي ما فيش اصلا حاجه كده، اصلا المفروض ما ينفعش. انا المفروض بروح والاوديشن مكتوب اصلا وانت بتديهوني وانا بقف اذاكره 5 دقايق ولا 10 دقايق واخش اعمله لك، لكن لا 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 قال لي ده على الهوا اعمل لي مشهد كذا. طب انا ماشي، قلت له ماشي انا مدرس، ما انا في دراستي في الورش ما ينفعش ممثل مش جاهز، انت لو قلت لي اعمل دور ايه على الهوا لازم اعمله. قلت له طب تعالى يلا دب 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 ادي دب 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 ادي دب دب مش ملاحق عليا. في الاخر لقيته بيعمل لي كده، والله هذا حصل. اللي هو بيقول في سره طب اعمل ايه بقى؟ الواد شاطر الواد كويس وانا واخد تعليمات من الراجل الكبير اني ما شغلوش، ولو شغلته هو نفسه ممكن يرخم عليا باكل عيش، طب اعمل ايه؟ فليه يقول لي بص انت ان شاء الله معانا يا محمد وما تقلقش وخليها على الله وهتبقى كويس، ومهما حصل ما تيأسش، انت ولد شاطر فخليك راجل كده وكمل في طريقك، مهما يحصل ان شاء الله ربنا هيكرمك. فناخد الكلمتين حاجه كويسه. بس بعد فتره ليه ما اشتغلتش والفيلم نزل او المسلسل نزل وانا مش فيه،
فافتكرت الكلام بتاعه، هو واخد تعليمات فبيقول لي لله، عشان يمكن بعد كده ربنا يكرمني وابقى نجم كبير. وقام قايل له فاكر لما عملت كذا؟ يقول لا بس انا قلت لك، انا كنت زعلان عشانك. ما انا بقى هرشت عمال اهرش. المهم عشان ما اطولش عليك، جيت من فتره كده عملت بوستات على الفيسبوك. فانا ليا ايه في السوشيال ميديا شويه كده، بعرف اعمل ايه، بركب صور محترمه يعني شبه احترافيه. فبدات ايه يعني انكش فيهم واحط صورهم وبتاع. فلقيت لك حد منهم قام مكلمني وقال لي يا محمد ما ينفعش. حد منهم اللي هم ايه الرعايه بتاعته، الصبيان بتوعه. لقيته يقول لا كده مش هينفع يا عم محمد، ده انتوا ما بينكم عيش وملح وكده يا ابني حرام وكده عيب، ما احتجتوش النهارده هتحتاجوا بكره، واسمع مني وامسح البوستات دي، ويا ابني الحاجات دي غلط، ده هو نفسه زعلان منك، ده هو بيقول ان ده كده صاحبي ومش مقدرني. قلت له هو دلوقتي يا استاذ فلان بقيت صاحبه؟ ما انا فهمت اللعبه. بيبعتني الناس ويقول لهم ما ايه ما تشغلوش. يقول لي والله العظيم ابدا، ده انا ببقى واقف معاه وهو بيقول له شغل فلان. طب اقول لك على حاجه، امسح البوستات دي وفي خلال شهرين اما جبتك وظبطتك معاه وخليتك نزلت شغل محترم. وبص بقى ورشه مش عارف مين بتاعت الكتابه دي عايزه ناس وانا هدخلك فيها، وانت راجل سيناريست شاطر ما تقلقش ده تبعي. وورشه مش عارف احنا داخلين شغل سيزون رمضان الجاي ما تقلقش، امسح كل البوستات دي. قمت ماسح كل البوستات دي واحترمت الكلام وقلت ايه لعل وعسى. انا كده كده ايه ما يهمنيش اني اشتمهم ولا بهدلهم ولا اقول كلام ملوش لازمه، انا عايز اشتغل بشهادتي، انا راجل بكالوريوس اعلام وزي ما قلت لكم درست كل الورش ومؤهل اني ابقى فنان شاطر. فبعد الشهرين ما عدوا وانا قاعد ساكت بقى ما بفتحش بقي، اكلمه ما يردش عليا، يا عم الحاج ما يردش عليا، ابعت له على الواتساب ما يردش عليا. فقمت بعت له فويس قلت له بص يا باشا الشغل الحلمنتيش اللي انت عملته معاه دوت مش هينفع، عشان دي اسمها قله ادب وقله قيمه. لقيته قام بعت لي فويس قال لا والله العظيم انا مش فاضي يا ابني ارد عليك، انا معلش استحملني. طب بقول لك ايه، ابعت لي الشوريل بتاعك والشغل بتاعك والسي في بتاعك عشان هكلم ناس. قلت له نعم، انت بعد شهرين جاي تقول لي ابعت لي الشوريل والسي في؟ ما انت واخدهم من شهرين. قال لي معلش والله ما كنتش فاضي ومعلش انا هفضلك اليومين دول. قلت له يا راجل يعني احنا كان اتفقنا اتفاق رجاله ان امسح كل ده وبعد شهرين ان شاء الله يكون ربنا كرمنا واشتغلت شغلتي، انا ما فيش ما بيني وبينكم وما فيش ما بيني وبين اي حد مشاكل، انا مش عايز اعمل مشاكل انا عايز اشتغل بس. قال لي لا 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 اصبر، بقول لك ايه اديني شهر كمان. قلت ماشي يا معلم. لقيته بعدها بكام يوم لقيته يقول لي معلش انا اسف انا بعت والله الشغل لناس وكلمتهم عليك بس بمسح بقى الواتساب عشان بيبقى تقيل معلش، فابعت لي الشغل تاني هكلمك حد تاني. قلت له ماشي يا عم خد. بعد الشهر ما عدى قمت مكلمه لقيته رد عليا، ايه يا استاذ فلان عامل ايه؟ قال لي الحمد لله. قلت له ايه الدنيا؟ قال لي والله يا محمد انا بكلم الناس والناس كلها بتقول كله متسكن. قلت له نعم كله متسكن يعني ايه؟ قال لي يعني مش عارف انا بسعى معاه. قلت له طب حلو قوي الكلام ده، تمام يا معلم. وهنا انا نسيت اقول لكم على حاجه مهمه، انا اول ما عملت البوستات دي وبدات ارخم عليهم في الكلام كلمني حد مهم قوي في الوسط الفني، فنان كبير فنان محترم لدرجه ان انا قلت ايه دي اشتغاله مش هو ده. كلمني من دوله عربيه، ايه يا استاذ محمد؟ قلت له اهلا وسهلا. قال لي انا فلان الفلاني. فانا بصيت التليفون كده قلت له نعم. قال لي انا فلان الفلاني. قلت له بس الرقم غريب. قال لي اصلا مش في مصر انا في دوله عربيه. وقال لي طبعا اسم الدوله بيعمل ايه. قلت له ها وبعدين؟ قال لي ايه يا عم انت في ايه اللي مزعلك؟ قلت له والله انا مشكلتي مشكله كبيره وبتاع. قال لي طب بص بصراحه كده عشان اكلمك، انا سالت 4 عنك 3 قالوا لي بالنص ان انت عيل كومبارس ومالكش لازمه واصلا ما بتعرفش تشتغل وانت بتحك فيهم وعايز تشتغل بالعافيه. قلت له والله هم قالوا لك كده؟ قام قال لي والله. قلت له طب مين ال3 دول؟ قام قال لا انا ما بقولش اسماء بس للحق كلمت حد رابع بقول له الواد ده زعلان قوي كده ليه وبيعمل البوستات دي كلها ليه وعمال يهاجمهم ليه؟ قام قايل له الواد ده مذبوح منهم، حكى لي قصه عنك قصه غريبه كده شويه، فانا عارف الناس دي ان الناس دي مش كويسه وانت على حق، فانا والله العظيم متعاطف معاك لان هو صاحبي على الفيسبوك. هم احنا مش اصحاب يعني بنتكلم مع بعض، لا انا عملت له قبل كده طلب صداقه هو قبله بس بيشوف البوستات بتاعتي. فقال لي انا تعاطفت معاك فحسيت ان انت صح. ليه؟ لان انا سالته الاخير ده انا واثق فيه، لكن ال3 التانيين دول لا 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 ليهم مصالح معاه، فانا قررت اساعدك. فانا قلت طب هتعمل معايا ايه؟ قال لي بص يا محمد اللي انت بتعمله ده اسلوب مش كويس. فانا قلت بس يا معلم ده كده مزوق عليا، بس ده نجم كبير يعني هيتزق عليا من ده ليه يعني؟ مش فاهم، فمش فاهم الوضع، انا مش فاهم الوضع بصراحه. فقال لي بص انت لما تيجي تهاجم حد
ما تهاجموش في شخصه. ليه؟ لان الناس دي واصله وممكن تحبسك. قلت له هو انت بتهددني؟ قال لي اقسم بالله ما بهددك، انا بعرفك حاجه. اما تيجي تقول س صاد ده حمار من حقه يحبسك، لكن لما تقول س صاد قاعد على الكرسي ده وهو لا يفقه شيء في الموضوع دوت، لان فيه غلطات واحد واثنين وثلاثه، لا يجرؤ انه يحبسك ولا يجرؤ ان يبقى فيه مساءله قانونيه، والناس كمان هتصدقك وتسمعك. ليه؟ لان انت مش داخل تشتم وبس، انت بتقول وجهه نظر صح. فانا جيت ابص لقيته ايه كلامه صح. طب اعمل ايه يا استاذ؟ قال لي بص يا فنان، يعني فنان زيه يعني، مع ان هو فنان كبير بس مش مهم، انا استحملتها منه وقبلتها منه كنت مبسوط. قال لي انت دلوقتي حكيت لي ان انت عندك قناه على اليوتيوب وان انت هتشتمهم وتبهدلهم على اليوتيوب. لا يا باشا، انت راجل زي ما قلت لي، انت دارس فن ودارس اخراج ودارس سيناريو ودارس نقد. يا باشا لا، انت اعمل في القناه الفنيه ديت حاجه تانية خالص. قلت له ايه يا استاذ؟ قال لي يا باشا اللي انت درسته كله طلعه على القناه. يعني دلوقتي احنا اون سيزون واوف سيزون، مسلسلات بالهبل، اتفرج على المسلسلات دي واتكلم عنها بشكل وبرؤيه فنيه. يعني مثلا مسلسل سين حلو، حلو ليه؟ عشان كذا وكذا وكذا وكذا. طب مسلسل صاد وحش، طب وحش ليه؟ عشان كذا وكذا وكذا. فمن هنا هتعمل قاعده جماهيريه، يعني مش هيشوفك واحد ولا اتنين ولا 10، لا، في ناس كتير هتثق فيك. هيبقى مثلا عندك 100,000 متابع، 200,000 متابع، 300,000 متابع، والناس دي دلوقتي هتبقى عارفاك. فلما تطلع تقول انا بهاجم سين صاد هيبقوا مصدقينك. ليه؟ هم عرفوا ان انت شاطر، تابعوك، عرفوا ان في مصداقيه، عرفوا ان انت راجل موهوب، وثقوا فيك. فلما تقول س صاد ده مش كويس وعمل معايا كذا 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 كذا، الناس هتصدقك. لكن معلش يعني انا اسف، هو مين محمد عصمت لما يقول لي انا بهاجم س صاد؟ ما طبعا انا لازم اقول ده عيل هايف بيهاجم س صاد وخلاص عشان يتشهر. لكن لا يا معلم، ابني قاعده وبعد كده هاجمهم. الكلام عجبني، بس قلت له طب حاجه يا استاذ، ما انا عشان ابني قاعده يا استاذ الموضوع ده عايز وقت كتير قوي. انت عارف يعني ايه 200,000 مشترك ولا 300,000 مشترك ولا 500,000 مشترك؟ قال لي يا باشا لا، انت اعمل محتوى محترم واعمل تمويل للقناه. فانا قلت له يعني يا استاذ التمويل ده صعب قوي وفلوس كتيره وانا راجل متجوز وعندي التزامات ويا دوب اللي جاي على قد اللي رايح. قال لي اعمل محتوى ومالكش دعوه، التمويل عندي هديه مني ليك، اعمل بس المحتوى واشتغل صح، وانا لازم اشوف المحتوى الاول. يعني ايه؟ ما تطلعش تقول ده فلان الفلاني ده كذا ولا المسلسل ده ابن تيتو وتيتو، لا 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 لا، هنعمل محتوى محترم. انا واصحابي والناس اللي بتفهم في النص الفني تتابعك تقول ايوه الواد ده بيتكلم صح، ايوه كان في راكور هنا غلط، ايوه المخرج هنا سلق الدنيا صح، السيناريو ده هنا فيه غلطه مهمه جدا وغلطه صعبه جدا ازاي تعدي. فساعتها احنا هنقتنع بيك، فهتيجي تبص تلاقي عندك قاعده جماهيريه كبيره قوي يا معلم. فانت اتكل على الله واشتغل وربنا معاك وانا في ظهرك. فالمكالمه دي بصراحه بسطتني جدا وانا مبسوط بيها قوي، وان شاء الله الفتره اللي جايه هتلاقوني بتكلم على مسلسلات كتير قوي. يعني هو بصراحه كلمني على مسلسل، قال لي في مسلسل دلوقتي مكسر الدنيا وبتاع، المسلسل بايظ جدا كسيناريو، المخرج الدنيا بهوت معاه، والمسلسل ده على فكره الناس كلها بتتكلم عليه حلو قوي، وعمال تقول ايه المسلسل الجامد ده. فانا بقول له يا استاذ ده الناس بتتكلم عليه. قال لي يا عم اسمع مني. قلت له طبعا يا عم انت في المطبخ، ده انت اللي في المطبخ. قال لي المسلسل واقع، السيناريو وحش جدا، لونجير ملوش حل، يعني انت للصبح نفس المشاهد هي بتتعاد تاني، المخرج محترم بس الدنيا بهوت معاه لدرجه ان شركه الانتاج نفسها متضايقه منه. بتقول لي ده ايه اللي حصل ده من المخرج ده، الدنيا بايظه خالص. فانت اتفرج على المسلسل ده وابدا اتكلم عنه، انا مش هقول لك رايي فيه، انا عايزك انت تتكلم وتوريني نفسك بقى ايه في المسلسل ده. وعلى فكره قال لي انا شفت الحلقه بتاعتك على اليوتيوب بتاعت مسلسل عمر افندي وانت بتتكلم عنه، انت بتتكلم حلو قوي بس في حاجات كده بسيطه واقعه منك. يعني انت شرحت صح جدا وقلت على حاجات مهمه جدا، وبالذات الحته بتاعت الخرطوم النيون دي عجبتني بصراحه. قلت له يا استاذ انا كل حاجه ده. قال لي حلو بس رتب الفيديو احسن من كده شويه، رتب الناس هتتفرج عليه اكتر. وخلي بالك من حاجه والله العظيم انا حابب اشوفك، يعني انا جيت ابص لقيتك انت فيك ميزه، انت موهوب، فخليها على الله واستمر وما تقلقش. فانا بعمل الفيديو ده ليه؟ عشان اقول لك ان الفتره الجايه مش هنهاجمهم خالص، هركز في المسلسلات وهتكلم عليها بالايجابيه والسلبيه. يعني لو حاجه حلوه هقول حلوه طبعا، هقول وحشه ليه؟ الناس دي اجتهدت وتعبت وشقيت فملهاش ذنب تتاخد بذنب ناس ثانيه. لكن لو مسلسل فعلا وحش يبقى حرام، حرام يبقى احنا قاعدين ومعانا ورق جامد ملوش حل والناس تعمل نحتات هلس وعماله تكسب منها اونط. لا، لازم نديهم على عينيهم. يعني انا اتكلمت على مسلسل البيت بيتي، قلت
والله انا لو هكتبه مش هعرف اكتبه بالحلاوه دي. يبقى انا اذا هنا ايه؟ منصف. انا بتكلم بما يرضي الله. فانت يا معلم تتابعني، ولازم بقى تشترك في القناه وتفعل الجرس وتتفرج على واحد اتقهر 25 سنه وان شاء الله هيطلع للنور عشان خاطر ياخد حقه من الناس دي. الناس دي ظلمتني جامد قوي، الناس دي دست على كرامتي، الناس دي كانت عايزاني اموت زي احمد رفعت كده مكبوت. لكن انا ان شاء الله هقف على رجليا، وباذن الله هيبقى ليا اسم، وهعرف اهاجم الناس دي واطلعهم على المسرح واقول لكم على حاجات مهمه جدا كنتوا انتوا مفكرينها عنهم ان هم ناس كويسه. هقول لكم لا لا لا، الناس دي مش كويسه بأمارة كذا وكذا وكذا، لان انا في المطبخ وانا الصندوق الاسود بتاعهم. فانا اسف ان طولت عليك في الفيديو دوت، بس ان شاء الله تتابعني في اللي جاي وهنتكلم على كل المسلسلات. يعني انا ان شاء الله رب العالمين لظروف شغلي والله، عشان انا الناس دي طبعا غضبانه عليا، فبشتغل في مكان تاني غير الفن خالص، فبشتغل حوالي 13 ساعه. باجي بالليل احاول حلقه او حاجه على التليفون، احملها على التليفون وانا في الشغل، عشان خاطر ايه؟ بالليل احاول اتفرج. يعني انا لما اجي انام لا، باجي احاول اتفرج على حلقه. فهنيجي تبص ان شاء الله كل فتره كده تلاقيني مثلا ايه بتكلم على مسلسل على 4 5 حلقات منه، وهقول لكم فيه الايجابيات والسلبيات وايه الحلو وايه الوحش، واحنا مع بعضينا. انا اسف ان انا طولت عليكم، بس والله انا صاحب قضيه وليا حق، وان شاء الله مش هسيبه، لان ربنا معايا، لان انا راعيت الناس دي بما يرضي الله، والناس دي طلعت حسبي الله ونعم الوكيل. سلام عليكم.